مش طبيعي خالص يا صديقي انك عشان تلعب الجيمز الحديثة اللي نفسك فيها انك تدفع 20 و30 الف جنيه فيما فوق. ده كلام مش مقبول. النهاردة جايب لك صفقة عظيمة هتوفر لك نص فلوسك تقريبا، وهتخليك برضو تلعب كل اللي نفسك فيه. معانا جهاز بيشغل جيمز 2023 كلها تقريبا، التريبل اي والاوبن وورلد والعاب الاونلاين التقيلة حتى زي ايبكس وور زون وفورتنايت وكل الكلام ده. كل ده بأداء كويس جدا وعلى ريزولوشن 1080 بي اللي هو فول اتش دي، وبفريمات معقولة قوي بتبدأ من 40 و50 فريم وانت طالع. بعض الالعاب بتوصل معانا ل 150 فريم كمان الجهاز اللي معانا النهارده ده مميز قوي في شغل الهندسه والجرافيكس. يعني لو انت بتشتغل مونتاج او بريمير او حتى اوتوكاد و3 دي ماكس وكل القصص دي هيسد معاك قوي. كارت شاشه 6 جيجا، معالج 6 كور، باور 600 واط، رامات 16، كل ده في جهازنا النهارده، ومش هتدفع اكتر من 12100 جنيه بس، وهتشغل حاجات بيشغلها اجهزه تقريبا بقد السعر ده مرتين. هيا بنا في رحله شبابيه جديده. الكيسة موديل اتش بي زد 420 من فئة الورك ستيشن انتل زيون. الماتيريال محترم جدا، يعني اجيال الزمن الجميل، من اول الحديد نفسه والشاسيه لغاية البوردة والبار والخامات بتاعتهم. مش فئة ديسك توب للاعمال المكتبية البسيطة، لا ده شغل احترافي وورك ستيشن للعمل الشاق، عشان كده وزن الكيسة تقيل شوية. بمناسبة الزيون هتسمع خرافات كتير بتقول ان الزيون ما بيشغلش جيمز. يعني انا مش هرد بالكلام، لكني هقولك ان العرض ده وغيره كتير من عروضنا بيثبت بالتجربة الفعلية والارقام ان دي كلها معلومات غلط وفتي من ناس غير مختصين. الكيسة فيها 9 مخارج يو اس بي، 4 يو اس بي 3 و5 يو اس بي 2، هيغطوا كل احتياجاتك وزيادة كمان. في وش الكيسة عندنا مخرجين 3.5 مللي للسماعة والمايك. الكيسة من جوه فيها 4 أماكن ساتا للهاردات، وعندك راكات شقية كده تركب الهارد جواها وتحطه في الكيسة بدون أي مسامير أو صداع، ودي من الحاجات المميزة في أغلب الأجهزة الاستيراد عموما. عندنا 8 بنكات رامات، والجهاز يقبل لغاية 64 جيجا. التبريد كويس جدا وكافي. عندنا المشتت الأساسي للمعالج ومروحة في ظهر الكيسة للشفط. الكيسة مش ضيقة وكل القطع مرتاحة. كمان مكان تركيب الكارت كبير، تقدر تحط كارت ب3 مراوح مرتاح قوي. بالنسبة للمواصفات فالجهاز بيجي ببروسيسور E5 1650 V2، ده 6 كور 12 ثريدز، تردد أساسي 3.5 جيجا هرتز و12 ميجا كاش. الرام 16 جيجا من نوع DDR3، وخلي بالك من المكتوب ده في الصورة، الرام شغالة كواد شانل اللي هي قد الدول شانل مرتين، والخاصية دي مش هتشوفها كتير حتى لو جبت أجهزة غالية وحديثة، لأنها شبه حصرية لفئات الورك ستيشن تحديدا، وطبعا بتعزز الأداء وتديك كفاءة أفضل. معانا باور 600 واط كافي جدا لغاية كروت زي ال 3060 وال 3060 تي اي وما يوازيهم من AMD. عندنا SSD 128 جيجا، القطعة الوحيدة اللي في الجهاز اللي بتيجي جديدة وعليها ضمان سنة من الوكيل المحلي. الهارد 500 جيجا، كارت الشاشة GTX 1660 سوبر، 6 جيجا ميموري. لو عايزين نعرف المعالج ده يعادل ايه من فئة الكور اي، هنلاقيه تقريبا موازي للاي 5 جيل 8 مع بعض الاختلافات البسيطة. وطبعا المقارنة بالشكل ده مش اصح شيء للحكم، وانا ما بحبش اقولها كده برضو، بس احنا بيجيلنا اسئلة كتيرة جدا بتسأل ده موازي لايه، ودايما اقول مفيش اجابة يا جماعة في المطلق، بس ده يعني تقريبا لو حابين تعرفوا. نخش على الاداء الفعلي. انا اتعمدت اجرب كل الجيمز التقيله والاشهر، سواء تريبل اي او حصريات PS5 وغيرهم من العاب. متطلبات كل الجيمز اللي هشغلها دي من المواقع الرسميه بتاعتها تجميعاتها هتخش في رينج 20 و30 الف جنيه جديده تقريبا، وعشان كده عملنا لكم العرض ده بحيث الكل يلعب ويشتغل باعلى قيمه مقابل السعر. انت مش مجبر تدفع كتير خالص، في حلول وبدائل تانية بنوفرها لك. كل الجيمز جربناها على ريزولوشن 1080 بي اللي هو فول اتش دي، والكواليتي كانت ما بين اللو والميديوم. راتشت اند كلانك اللي هي الجديدة شغالة بمعدل 45 ل 55 فريم مستقر. واتش دوجز ليجند شغالة من 80 ل 90 فريم. بلاك تيل ريكوايم فور ا دريم شغالة من 40 ل 50 فريم. سبايدر مان مايلز الجديدة شغالة من 60 ل 70 فريم. جاد اوف وور شغالة من 70 ل 85 فريم. اساسنز كريد فالهالا شغالة من 60 ل 75 فريم. سايبر بانك فانتوم لايبرتي الجديدة شغالة 75 فريم. انا عايزك تركز قوي في اسامي الجيمز اللي بتتقال، حرفيا دول من اشهر واتقل الالعاب الموجودة حاليا. شوف الفريمات والاداء عاملين ازاي بدون اي لاج وبدون اي مشاكل، يعني في عظمة بتحصل هنا.
متطلبات كل الجيمز اللي شغلناها دي من على مواقعها الرسمية هتلاقيها أجهزة زي ما قلت لك من 20 ل 30 ألف جنيه وأنت طالع، لكن إحنا هنا شغلناها لك ب 12100 جنيه بس. وطبعا بتستلم الجهاز عليه نسخة ويندوز 10 أو 11 حسب اختيارك، نسخة حديثة مستقرة متفعلة مدى الحياة، وكمان بتاخد عليها كل البرامج الشهابية اللي قدامك دي، أدوبي بريمير، أدوبي فوتوشوب، كل مجموعة أدوبي 2023، برامج الأوفيس أحدث إصدار، البي دي إف، كل المتصفحات زي ما أنت شايف كده، كل البرامج الأساسية هننقلها لك. ومع النسخة دي طبعا وداعا لأي ايرور يظهر في الجيمز، وداعا لأي ملف دي ال ناقص، كل حاجة هتلاقيها فيها واحنا عاملينها لك بنظام النعناشة الشهابية. لو محتاج مساعدة تقنية أو عندك أي استفسار يخص المجال ابعت لنا على طول. ما تنساش تتابع قناتنا وتعمل لها اشتراك، ده شيء هيدعمنا وهيخليني مبسوط واحبك يا صديقي. هتلاقي كمان عليها مراجعات لقطع هاردوير مميزة مش هتشوفها كتير في مصر، وكمان هتلاقي عليها شروحات تقنية كتير لمواضيع هتفيدك في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا بشكل عام.